الأول كنت لما أتعب أو تحصل لي مشكلة صحية كنت أبقى متضايق جدا ومتألم ومتعكنن وعايز أخف بأي طريقة وبأي شكل، لأني مش مستحمل التعب ومش مستحمل المرض ومش مستحمل الألم اللي أنا فيه. ولكن بعد ما سمعت الحديث ده، رغم إن أنا سمعته قبل كده كتير جدا، ولكن سبحان الله كأني ما فهمتوش، كأني ما استشعرتوش. لكن لما استشعرت الحديث وسمعته كأني سمعته لأول مرة فيها. هو الحديث المعروف اللي يمكن أغلبكم سمعوا، ولكن أنا مش عايزك تسمعه، أنا عايزك تستشعر الحديث وتستشعر المعنى. الحديث اللي هيجي رب العزة سبحانه وتعالى يوم القيامة هيجيب العبد ويسأله فيما معناه. هيقول له: عبدي مرضت فلم تعدني. فالعبد هيقول له: يا رب سبحانك، كيف تمرض وكيف أعودك؟ قال: أولم تعلم أن عبدي فلان مرض ولم تعده؟ أولم تعلم أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وهنا الجمال وهنا الروعة وهنا الإبداع. لوجدتني عنده. أنا عايزك تستشعر معايا لفظ لوجدتني عنده، إنك لما تكون تعبان، لما تكون عيان، لما تكون مرضان، لما تكون عندك ألم، لما تكون بتعاني، رب العزة سبحانه وتعالى بذاته وجلاله بيقول لك: لوجدتني عنده. أنا هنا مش عايزك تستشعر الكيفية، أنا عايزك تستشعر المعنى. والله العظيم أنا بسبب الاستشعار بتاع الجمال ده، إن ربنا بنفسه، رب العزة بذاته وجلاله موجود عندي عشان أنا عيان، عشان أنا مرضان. تستشعر كده وتحس وتتأمل، وكأن يعني إن رب العزة سبحانه وتعالى موجود عندك، بيطيب خاطرك، بيطببك، بيقول لك معلش. ربنا بيرضيك ويقول لك: أنا موجود جنبك، ما تخافش، ما تقلقش. أيا كان الألم اللي أنت بتحس بيه، معلش الألم ده أنا جبته لك وحطيته فيك عشان خاطر أخفف من سيئاتك. معاني لما تستشعرها سبحان الله على الجمال. وفي الحقيقة إن دي رسالة لكل بني آدم عنده مرض، عنده مشكلة صحية، بيعاني من الألم اللي موجود في جسمه. استشعر المعاني الجميلة دي، في حين إن في باقي الحديث: فقال العبد: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلان كان جائع ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ شوف الفرق في المعنى. في الأولى رب العزة سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول: لوجدتني عنده. ولكن في دي بيقول إيه؟ لوجدت ذلك عندي. في الإطعام وفي الشراب وفي باقي الحديث ربنا بيقول: لوجدت ذلك عندي. ولكن جاء عند المرض، عند الألم، عند الوجع، رب العزة سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ لوجدتني عنده. من أجمل المعاني اللي سمعتها، ومن أجمل الأحاديث اللي سمعتها، ومن أجمل المعاني اللي استشعرتها في حياتي. ما أجمل ربنا، وما أرحم ربنا، وما أعظم ربنا. قل لا إله إلا الله، وشارك الفيديو ده لغيرك لعله يكون سبب في تخفيف هم وتخفيف كرب وتخفيف وجع وتخفيف ألم على حد بيعاني المرض أو بيعاني الألم.